صباح الفل عليكم وكل سنة وانتم طيبين. قبل أي حاجة، كالعادة يعني ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويجعل نصره قريب ويثبتهم وينصرهم إن شاء الله نصر مبين بإذن الله. نسألكم الدعاء لأخونا علاء العطار اللي توفى وهو رايح يتفرج على ماتش الزمالك وسيراميكا، ولمشجعتين النادي الأهلي نورهان ونرجس. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. بسم الله. احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده على كام حاجه كده، منهم طبعا ماتش امبارح الزمالك وفاركو، وعلى الاجواء الملتهبه الايام دي بسبب البيانات بين الزمالك واتحاد الكوره ورابطه الانديه، والمداخلات اللي عملها ثروت سويلم مسؤول الاتحاد والرابطة. فهنتكلم في كذا نقطة كده ان شاء الله سريعا، ان شاء الله اكون خفيف على قلبكم. وقبل ما نبتدي الفيديو كده، لو انت شفت الفيديو يا ريت تنزل تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وبسم الله نتوكل على الله. امبارح الزمالك بصراحة في ظل الغيابات اللي كانت موجودة 14 لاعب عمل أداء مميز جدا في حدود الإمكانيات والأسماء اللي موجودة معاه، وكان واضح يعني من بعض الأسماء إنها عايزة تثبت مكانها، وده النقطة اللي نتكلم فيها اللي كنا بنشوفها زمان في اللعيب لما تجيله الفرصة إنه ينزل يلعب وهو قاعد على الدكة بيبقى ينزل عايز يثبت مكانه، ابتداء من زياد كمال. يعني هو في بعض الاسماء طبعا ما ادتش الدور بتاعها زي سيد نيمار اللي هو اصلا بقاله من ساعه موسم فيريرا وهو سنتين بيقدم اللاشيء، لكن يعني في اسماء كانت فعلا عايزه تثبت نفسها. زياد كمال تقريبا ده اول او تاني ماتش يبتدي فيه اساسي في الدوري، عمل ماتش نوعا ما مقبول في مركز مهم جدا وحساس في وجود عبد الله السعيد جنبه. ناصر ماهر اللي واضح جدا ان هو متأثر بإصابته مش جاهز 100%. مصطفى شلبي النهارده قدم مردود كويس مختلف تماما عن الفترة اللي فاتت. يا ريت يعني ما يبقاش ماتش و10 لأ، ويا ريت يبقى بداية مستواه. يوسف أوباما هو نفس يوسف أوباما، في بعض المشاكل والكرة بتطول منه وبتاع، بس كان بيجري وبيتحرك، واحنا فعلا يعني زي ما كنا بنقول لوجود ناصر منسي ضيعنا ماتشين او 3 ماتشات بيلعب اساسي، ويوسف اوباما بره كان يلعب. مهما كان يوسف اوباما سيء بس على الاقل دماغه فيها كوره يعني، غير ناصر منسي، لان واضح ان ناصر منسي منتهي خالص، او تفكيره انه هو مش مع الزمالك، يعني تفكيره ما بقاش خلاص مع الزمالك، هو بيشوف على مستقبله وبيشوف هيلعب في نادي ايه يعني، او هيخلص تقريبا هو البنك الاهلي تقريبا خلاص شبه خلص معاه يعني. عمر جابر طبعا كالعادة بيقدم مستوى هايل في المركز، سواء باك شمال أو باك اليمين، بيلعب بكل رجولة وبيلعب بأداء ثابت ومفيش أي مشاكل. محمد شحاتة نفس الكلام، باك اليمين اكتشاف في وجوده، يعني عامل أداء هايل. ماتش فاركو كان فعلا يعتبر رخم لولا الجون اللي احنا جبناه بدري، لأن هو فريق زي ما احنا شفنا حتى في ماتش الأهلي هو تعب الأهلي جامد، والاهلي كسب 2-1 وكان الموضوع ماتش قرب يخلص تعادل عادي يعني. بس هو عنده مشاكل في الدفاع ومشاكل في الخطة بتاعته، لان هو فعلا بيلعب ب3 ورا، وخط النص مش على يعني مش على افضل ما يكون، وفي نفس الوقت برضو الجناحات مش على احسن ما يكون، وده اللي جوميز قراه كويس في الماتش ولعب عليه، وانطلاقات شلبي والاوفرلاب اللي كان بيعمله معاه دايما عمر جابر، ونزول عبد الله السعيد طبعا في خط النص واستلام الكرة بيفرق جامد مع الفرقة كلها. يمكن اول 20 دقيقة كان في كر وفر، والفرقة في ناس كتير ما لعبتش جنب بعضها، يوسف اوباما في مركز غير مركزه، ناصر ماهر كان شوية بيلعب مكان مصطفى شلبي ولعب 10 النهارده. عبد الله ومع
واجبات دفاعية هو وناصر كتيرة، فخدت من أدائهم، لأن كان لازم يقفوا جنب زياد. يعني عامة ماتش مش وحش، أداء معقول من حسام عبد المجيد بعد اهتزاز مستواه في الماتشات اللي فاتت. وجود صبحي في الجون شيء كويس، وما فيش اختبار يعني النهارده عليه بشكل اساسي بشكل واضح يعني. كام كرة عرضية اتعامل معاهم بشكل كويس، كرة بالبوكس طلعها، كرة عرضية بسرعة طلعها بالبوكس بشكل جيد، تعامل جيد، ويعني بداية استقرار في مستواه. يعني ان شاء الله انا متفائل فيه خير يعني باذن الله، ان هو لو الزمالك هيجدد له تقريبا خلاص هو في سكة التجديد يعني، يرجع لمستواه اللي هو كان بيقدمه في الاتحاد لما كان إعارة، أو في فاركو برضو لما طلع إعارة. طبعا الجون التاني لضربة الجزاء، تفكير كويس جدا من أوباما إنه ضغط على الجون. شيكا فعلا مستواه يعني كحارس مرمى قليل جدا، ده لعب الماتشات كلها، مفيش ولا ماتش طلع كلين شيت إلا ماتش واحد، هو ماتش الإسماعيلي تقريبا. فكان فكرة انك تضغط عليه لان هو فعلا حارس مهزوز، وخدنا منه ضربة جزاء. الحكم رغم انه كان كويس وانا اول مرة اشوفه، بس كويس وهادي وقراراته حاسمة، من غير عصبية ومن غير انفعال في نفس الوقت. بس نقطة ضربة الجزاء هي دي اللي فيها شوية كلام، ان هو المفروض يعني هي قدامه واضحة والكرة مفتوحة، مفيش حد مغطي قدامك ولا اي حاجة، ما كانش فيه لازم داعي خالص انك ترجع تستنى انك ترجع للفار او الفار هو اللي يناديك يعني. في كوره في اول الماتش كده حمزه المسلوسي كان ايده جنب الشورت، يعني جنب كتفه خالص يعني، والمسافه قريبه جدا بين الكوره ورجله، والمهاجم شاطها في ايده يعني. انا من وجهه نظري ان يعني انها في ايده جنب الشورت، لان انا شفت شويه صور مضروبه ناس عاملاها بالفوتوشوب، مش صوره حقيقيه مبينه ان ايده مكبره جسمه، الكلام ده مش صح. ايده لازقه في الشورت، فهي وغير قرب المسافه يعني. أنا في وجهه نظري انها ما تتحسبش يعني، ما فيهاش حاجه، ما فيش عليها اي لغط يعني. حتى طارق مجدي كان هو اللي على الفار تقريبا، طارق مجدي ده من الحكام الحلوين كده برضو يعني، مش هيتاخر لو هي فيها حاجه. برضو الله اعلم يعني، يمكن عشان وضع البيان اللي الزمالك نزله ان الدنيا معرفش ايه، وان الدنيا قافشه شويه، وان ماتش الاهلي مش هيتلعب، ففي محاوله ترضيه للزمالك فعدوها. لان انا بشوفها ساعات بتتحسب وساعات لا يعني الصراحه. تمام. نرجع للماتش. التغييرات بين الشوطين، سيد عبد الله كان مقدم مستوى وحش جدا، مش افضل حاجه، عكس اللي عمله في ماتش الاتحاد، في ماتش المصري لما نزل وعمل اسيست بتاع اوباما، وعمل كذا هجمه من ناحيه اليمين اللي هو بيحب يلعب فيها. هو نزل ابتدى الماتش في مكانه، قدم اللا شيء، وبالعكس المره في الكوره بيعمل تغطيه بعد الجون الاول، راح مديها لشكري نجيب. شكري نجيب انفرد، لولا ان هو شاطها بشكل سيء جدا طلعت جنب العارضه، رغم هي جون 100% يعني. فما كانش في مستواه، فتغيير سليم. ناصر ماهر نفس الكلام، الاصابه مأثره عليه، ما كانش بيقدم احسن حاجه، ومجهوده كان قليل جدا، واي التحام واضح بقى ان هو خايف او مش جاهز بدنيا، اي التحام ما كانش بيكسبه خالص. فالتغييره برضو كانت سليمه. بنزول عمار ياسر، ونزول عمار ياسر نزل، ونزول رؤى نزل مكان زياد. تمام. عمار ياسر خامة كويسة جدا، صغير ولمسته للكرة حلوة، بس طبعا يعني يا ريت ما يكونش فيه يعني تعالي، لان في كوره جه استلمها في الشوط لما تنقل ناحيه الشمال، لما مصطفى شلبي طلع ونزل محمد سيد، استلمها بالكعب كده، والكلام ده لسه بدري قوي عليه. يا ريت تثبت نفسك الاول وتلعب السهل، عشان ما دام طلعت الفريق الاول ما تنزلش تاني. جات لك واحده حلوه، لا شوطه شوطها حلو ببطن رجلك، جت فوق العارضه،
خامة مبشرة يعني، مش شيء مش سيء يعني، بالعكس يجي منه. صحيح، تغيير ناصر ماهر كان نزول متيابة مكان ناصر ماهر، وواضح ان هو متيابة مكانه الاساسي هو رقم 10 مش جناح، لان لما نزل هو بيستلم دايما على جوه الملعب، ولمسته وبيعمل الثرو، ولمسته عمل ثرو هايل يوسف اوباما. المفروض اوباما كان يبروزها له ويحطها في الجون عشان يديله ثقة، بس للأسف عمل حاجة غريبة وحطها تشيب بره الثلاث خشبات اصلا، يعني حتى مش فوق، دي بره على الجنب، يعني كده كده يعني اعمل تصرف هي جون حارس زي شيكا طالع، انت تحطها في الزاويه البعيده بيمينك على طول او وش رجلك على طول اول ما تلف جون، مش محتاجه يعني. لكن طبعا اوباما حد حب يديها لمسه راح مضيعها. وبعد كده نزل محمد سيد مكان شلبي، وبعد كده رؤى مكان عبد الله السعيد. فكان في تغييرات، واللعيبه اللي نازله عايزه تثبت نفسها وعايزه تعمل حاجه. محمد سيد لمسته كويسه جدا وشكله لعيب واعد برضو. ان شاء الله يعني هي الظروف تحتم علينا ان احنا نبين الناس دي، لازم نديلهم فرص اكتر. يعني لو وضعنا في الجدول هو مش فارق خلاص تقريبا بنسبه كبيره، الدوري حسم مش للزمالك، والمنافسه احنا بره المنافسه، ففرصه ان انت تدي اللعيبه دي وتعتمد، يعني نشوف ان شاء الله اللي هينفع منهم يكمل، اللي مش هينفع منهم يبقى يشوف مصلحته في حته تانيه. عبد الله سعيد خد رجل المباراه، طبعا بيرضوه يعني عشان اللي حصل الماتش بتاع سيراميكا. سواء كان عامل ماتش حلو طبعا. الضربات الثابته بيقدمها يعني طبعا النهارده عشان زيزو مش موجود فهو لعب الضربات الثابته، كل ضربه ثابته هو كان بيلعبها، حتى الكورنر فيها خطوره، خبره رهيبه في الملعب عامه يعني، وكان مدي اللعيبه الصغيره ثقه وهو بيلعب جنبها، ما تحسش خالص ان ده واحد عنده 38 او داخل في 39. ضربه الجزاء كالعاده يعني، عبد الله لو شاط 100 ضربة جزاء هيسجل 105 يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. فكان أداء كويس، ويا ريت يعني هو وزيزو يبقى فيه تناوب في مسألة ضربات الجزاء وضربات الحرة، وخاصة ضربات الجزاء، لأن زيزو لما بيضيع ضربة الجزاء بيخرج بره الماتش خالص. وزيزو لغاية دلوقتي مرجعش للتكنيك اللي كان بيلعب بيه أول ما ابتدى يشوط ضربات جزاء، كان بيشوط فعلا بطريقة ما تصدش، هو غير التكنيك خالص وبقى بيحاول يشوطها على الأرض، وما عرفش ليه الصراحة يعني. فلما ابتدى يغير ابتدى يضيع كتير، فممكن هو يعني لحد ما الدنيا تظبط، او هو لو مش حاسس يبقى هو عبد الله، لو عبد الله في الملعب يبقى عبد الله الافضل انه يشوط يعني. فالعموم ماتش مميز من جوميز في ظل الغيابات، فاركو مش اختبار يعني، بس هي تعتبر الاهلي بكامل فرقته وعمل معاه نتيجه 2-1 فوز بالعافيه يعني. انت تعتبر النهارده كسبت فوز مستريح، هدفين وريحت الماتش وما كانش فيها مشكله، وجربت اسماء جديده كمان وناشئين، فواضح ان كان في شغل وتحفيز من جوميز على الماتش. عامة نرجع بقى للموضوع اللي قالب الدنيا، موضوع بيانات الزمالك، والزمالك هيلعب يوم الثلاث، ورأي الناس والأهلاوية والكلام ده يعني. هو أولا الزمالك نزل بيان انه طالب بعض النقط، منها ترتيب الجدول يكون بشكل سليم، ان الترتيب الماتشات تتلعب بترتيبها، وخاصة ان الدور الاول يعني مينفعش العب ماتشات من الدور التاني وانا عندي ماتشات من الدور الاول ما لعبتهاش، مش ما لعبتهاش، ده انا عندي فرق من الدور الاول ما عدتش عليها، ده زمالك واهلي يعني، تمام. والفرق التانية يعني ما ينفعش مثلا الاهلي عنده مثلا 10 ماتشات منهم 6 ماتشات مع 3 فرق، هو يعني نفس ال3 فرق يعني لعبهم رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يعني ده مش منطق، وانت في فرقة تانية ما عدتش عليها، سواء بقى انا بره المنافسة او مش بره المنافسة. انا الكلام بره المنافسة ده بيني وبين الجمهور يعني، ده كلام قصف جبهات زي ما بيقولوا والجو ده،
لكن ما دام البطوله رقميا وفعليا ما اتحسبتش، ما ينفعش مسؤول زي ثروت سويلم يطلع في التلفزيون يقول لك هو الزمالك بيعترض ليه وهو اصلا ماله من المنافسه. ده الاهلي ما قالهاش، او لو يعني تقريبا ايمن شوقي خفيف الدم قالها على القناه بتاعته، رغم ان يعني اللي هو يعني انت بتقول ان الاهلي احنا مش منافسين الاهلي. طب انت ليه النهارده ربع ساعه بتشتم في بتشتم في الزمالك؟ جمهورك النهارده ربع ساعه الصوت مقفول عشان جمهور الاهلي بيشتم في الزمالك وانا مش المنافس. المهم سيبك طبعا من ايمن شوقي وقناه الاهلي تما، ان ما يعني ما بناخدهاش على كلامها اصلا. ثروت سويلم واحد مسؤول في اتحاد الكوره والمفروض راجل، يعني ما ينفعش يقول الكلمه دي. انت بره المنافسه، فانت ليه بتعترض على ايه وجاي تعترض دلوقتي؟ يعني ايه بره المنافسه؟ انا اللي اقول يعني، انا كجمهور اقول، لكن انت كمسؤول ما ينفعش تقولها. انا من حقي ان انا اطالب بمنافسه شريفه، انا بنافس في البطوله دي. يا عم انا مش بنافس، انا بلعب معاكم في الدوري، عايز العب الدوري بشكل منضبط وبشكل سليم. يعني انا مش فاهم كميه البجاحه دي، ان انت ماتش زي بيراميدز احنا بقالنا 5 سنين او 4 سنين ما بيتلعبش في ميعاده، ولما بيتلعب ده بيحصل اجتماعات واشرف صبحي بيروح للخطيب وقصه وما تلعبش. 4 سنين ولا 5 سنين ماتش الاهلي وبيراميدز ما بيتلعبش في ميعاده ومش عايزينه يتلعب اصلا، برعايه الترزي عامر حسين. فانت متضايق بقى وانت ياما اعترضت على موضوع الجدول وبتاع، انت بقى يعني كاهلاوي او كمشجع متضايق من ايه؟ وانت يا ثروت سويلم انت بتتكلم ازاي؟ يعني انت النهارده جيت لازم حسيت ان انت نايلت الدنيا جاي تعتذر عشان تقول انا كنت ما كنتش مستعد اتكلم في الكوره. يعني ايه ما كنتش مستعد اتكلم في الكوره؟ هو انت بتشتغل فين؟ في وزاره الثقافه؟ في وزاره السياحه؟ عشان تقول انا كنت داخل عايز اتكلم عن الحج واشكر الدوله السعوديه عشان حصلت في الحج لقيتهم بيكلموني في الكوره. انت بتكلم كابتن ابراهيم، بتكلم استوديو رياضي، برنامج ابراهيم عبد الجواد. يعني هو ما فاجئكش يعني؟ ما فيش اي حاجه غير كل سنه وانتم طيبين وانت حجيت الحمد لله على السلامه وخلاص، وهيسالك في الاحداث اللي دايره. ده تبريرك ده ملوش اي تبرير، يعني انك كنت نايم مثلا وحد تاني وبتتكلم وانت نايم، انك بتعتذر لجمهور الزمالك وبتاع، وانا ما قصدتش ان انا اقول كده وبرضه نفس الكلام ونفس المبررات اللي هي برضه بتتقال من الجمهور بتاع الاهلي. ما لا انت ليك مؤجلات والاهلي ليه مؤجلات، ما احنا عارفين يا حبيبي. وانك بقى بس انت بقى الزمالك غلطان انه متاخر، يعني ما بننكرش ان في غلط من الزمالك انه اعترض متاخر، وانه حط شرط ان الحاجات دي تتطبق في وقت، في ديدلاين قليل، يعني ما ينفعش ان مش مدي المساحه ان هي تتحقق فيه. بس هو خلاص سبق السيف العدل زي ما بيقول. ماتش المصري خلاص هيجي الدنيا، المفروض كان الكلام ده يحصل من بدري، احنا عارفين. بس هو الزمالك نزل بيان وعنده حق فيه. اقل حاجه تتحقق فيها ان ترتيب الجدول يتعدل. يعني انت لو عايز تلحق واللي الشخص اللي بينظم البطوله نفسه خلاص كفايه عليه بقى. انا ما اعرفش عامر حسين ده، يعني انا من ساعه ما وعيت على الكوره تقريبا هو موجود، وبيحاولوا يصدروا للناس ان مفيش اي شخص يقدر يقوم باللي هو بيقوم بيه. هي مش شخص، هو مفيش اي شخص اصلا فعلا يقدر، يعني مفيش حاجه اسمها ابقى رئيس لجنه المسابقات ومفيش حد في المسابقات غيري. يعني المفروض يجيبوا 3 شباب 4 شباب، ناس متعلمه، ناس دارسه، خريجه اداره اعمال، هيطلعوا له جدول ملوش حل. هياخدوا هياخدوا الداتا بتاعت البطولات الافريقيه والاجنده الدوليه وهيطلعوا جدول. القصه مش كيمياء، مش هيبقى بس مش هيبقى فيها مجاملات، بس انت امشي عليه بقى. لكن هو عشان ده صحيح ده الاهلي راجع من افريقيا زعلان، مغلوب ماتش ولا حاجه، فنديله ماتش ضعيف عشان يفوق.
الاهلي ما اعرفش عنده ماتش امتى، نمشي كده يرجع يلعب اخر الجدول. الموائمات يعني، ما هو الجدول باين. وانت كاهلاوي لما تيجي تقول لي هو انت يعني انت دي شيزوفرينيا، لما تيجي واحد تقول لي انا ما انت محدش هيسمع كلامك، ولا انت فاكر نفسك الاهلي يعني عشان حد يهتم ببياناتك ولا بكلامك؟ يا عم انا عارف ان انا مش الاهلي. ما هو ده النقطة اللي أنا بنتكلم فيها، نقطة الخلاف بيني وبينك، اللي بقول إن أنت نادي بيتعمل لك كل حاجة، ونادي ليك مجاملات وليك حسابات وليك وضع خاص من الدولة، بتيجي تقاوح أنت وتقول لأ. طب ما هو اللي أنت بتقوله ده بيدل على كلامي صح، إن أنت بيتم مجاملتك وبيتم محاباة ليك وكل حاجة. فما تجيش بقى إن أنت لما أنا يعني لما أنا أقول الكلام ده تنكره، إذا كنت بلسانك بتقوله. أنا عارف يا عم إن أنا وان انا هتعرض له وكلام مش هيتنفذ قرارات، بس هاخد موقف للاخر. ومش موقف ماتش الاهلي، موقف ماتشات المؤجله، الماتشات كلها ما تتلعبش، 17 ماتش ما يتلعبش غير لما كله يبان. اهم شرط فيهم، اهم حاجه تتحقق، ان لجنه المسابقات دي تتغير فكرتها خالص. عامر حسين ده ما يتشافش تاني. يعني انا موافق ان احنا نلعب يوم الثلاث قصاد ان عامر حسين يتشال. يعني لو طلعوا قرار كده ان عامر حسين ده هيمشي، انا موافق ان احنا نرجع نلعب ماتشاتنا تاني، ويا عم الجدول زي ما هو عايز. شوف ان الراجل ده هو قص الفساد اصلا. فما تجيش يعني تنتقد حاجات انت اصلا كمان عملتها وانت اعترضت عليها قبل كده، كنت شايف انك ليك حق، وانت الموضوع براك اصلا. لو انت راجل بقى بتدور على عداله وبتدور على بطوله منتظمه وحاجه، بالعكس هتفرح بطلبات الزمالك يعني، مش وبالعكس هتاخد صفه كمان، لان الموضوع انت اشتكيت منه يعني على كلامك. واشتكيت برضو قبل كده من الحكام ان انت عايز حكام اجانب ومفيش حكام اجانب جت. برضو معرفش ازاي رغم اتحاد الكوره وافق يعني. على العموم يعني الكلام في تفكير بعض الاهلاويه او بعض مشجعين الاهلاويه وردودهم واللجان اللي شغاله، اللي هي كانت بتاخد البيان. جمال جبر كان ينزل السكريبت بعديه للتأييد، وناس كتيرة تطلع بعديه تقعد تطبل على البيان وتقول بيان سليم وبيانات الأهلي ما وتمجد فيها. احنا ما عندناش حد كده، بس هو الجمهور مع مجلس الإدارة من غير لجان من غير أي حاجة، ومعاك في القرار. لازم يكون قرار وتكمل عليه، مش ماتش الأهلي بس، عشان ده يبقى قرار تاريخي. احنا كده كده من البطولة زي ما قلنا، احنا كجمهور الموسم خلاص بالنسبة لنا. فأيا كان اللي هتخسره، أهم حاجة إن الوضع يتغير. حتى لو أسوأ الظروف، يعني نفترض إن مجلس حسين لبيب مشي، هيبقى أشرف مجلس مسك إدارة نادي الزمالك وأجرأ مجلس مسك إدارة نادي الزمالك. دول كانوا كلمتين بخصوص الماتش وبخصوص بيان نادي الزمالك وردود أفعال البعض، يعني سواء من مسؤولين أو محبين للأهلي، رغم إن هو أصلا مش خصم في الموضوع ومش قصته خالص. هي بس الفكرة إن هو ماتشه فعلا يوم التلات، لكن لو ماتش أي حد تاني كان الزمالك واخد كده كده نفس الموقف. على العموم أشوفكم على خير وصباحكم زي الفل، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. ومرة تانية برضو يا ريت اللي تشوف الفيديو وكلام عاجبه وقناة عاجباه يعمل اشتراك ولايك وشير. سعيد جدا بمتابعتكم ليا، واشوفكم دايما على خير يا رب. صباحكم فل.